أول شي بسم الله الرحمن الرحيم، قدر الله وما شاء فعل. والمهم اكتسبنا خبرة، وإن شاء الله الجايات أكثر من الرايحات، وربحنا جيل المستقبل الكرة العراقية. المباراة تحت شعار شو تسوي سوي، بالنهاية إذا ما عندك خطة صناعة الهدف وآلية تطبيق الفكرة فسلم لي، وإذا ما عندك حارس يحافظ على شباكك ويا صحوة المنافس فهم سلم لي. مبدئيا حارسنا الهمام حتى قاصات الطب عليه، وجهة سجاد هربوا عليها أعضاء وسبائك ذهب، 3 أهداف من نفس الجهة، أو أول هدفين بدقيقتين، وبخطأ ينطيهم جزاء فوق ما صايرين مزق. المباراتين نخسرها بنتائج عريضة بشوط المدربين، ماكو تقول يطلعون من المنازع منتهين ومنهارين ويسلموها رماد. شنو فائدة المعسكر التدريبي وش يريد يسوي بيه المدرب؟ يعني حقيقة المنتخب الشبابي بيه مواهب حلوة، وخاصة ألكسندر أوراها ويوسف الأمين، ولكن للأسف هالمواهب راحت بالرجلين. مجاملات تدريبهم من قبل كابتن عماد اللي حقيقة تجربته بسيطة وفكره الكروي عقيم، وما عرف يوظف عناصره، وكان كلش واضح أن المنتخب العراقي يحتاج لمدرب أجنبي خبير. والمشكلة الأكبر هالشباب راح يتدرجون بالمنتخبات الأولمبي والوطني، وراح تستمر معاناتهم ويا هالضيم، ويتشبعون بنظرية شوت وشلاق ما ضايج أبد، لأنه هو هذا الطبيعي مالتنا. كادر تدريبي محلي ما يعرف يدرب لاعبين على ضغط المباريات الكبيرة، لأن هو نفسه يحس بالضغط، أفكار مكشوفة وعناصر تنهار تحت الضغط المتنوع، الإعلام، المباريات، الأفكار، الأهداف. منتخبات تركض وراء الخبرة والجودة والتطور، وإحنا نجامل ونلزقها ونراهمها. ماكو اعتراف واضح وصريح بالفشل، وراح تمشي كما مشت قبلها كل خيباتنا الكروية السابقة. يعني من متوقع يصير شيء؟ عزيزي المتفائل، احذر الأمل مع المنتخب العراقي، فسوف يهفك ببوري أبو 3 إنج في رأسك مسقطا دماغك في فمك. على برد الوقت أكلنا 7 أهداف بمباراتين وبدون تسجيل أي هدف، بس والله خوش لعبنا. هاي نهاية الفيديو، شكرا للمشاهدة، حطونا لايك واشتركوا بالقناة واكتبوا لنا تعليق، مثلكم حلو. في أمان الله.